في اوقات التقدير بيجي من شخص صح واوقات التقدير بيجي من شخص غلط. طيب تخيل بقى لما التقدير يجي لك من سندوتش همبرجر. من سنتين بالظبط وتحديدا في وقفه عيد الاضحى كانت الممرضه مريان بتشتغل في واحده من مستشفيات دوله الامارات العربيه. مريان بتشتغل ممرضه في المستشفى دي، وعاده كانت لما بتخلص الشغل بتاعها على الساعه 8 9 بالليل بتروح على البيت بتاعها الشقه بتاعتها وبتطلب من محل برجر هي بتحبه، تطلب سندوتش كده برجر طلب معين كده بتحبه بتطلبه بشكل دائم ومستمر. لكن بسبب ضغطه العيد وان ده يوم وقفه وان خلاص العيد بكره وكده، فكان في كده زي حاله طوارئ في المستشفى تحسبا ان اي حالات مثلا مرضيه تيجي او كده. فيا جماعه الطاقم التمريض هيبات في المستشفى يومين ورا بعض متتاليين وفي مكان تباتوا فيه وكل حاجه. فطبعا الشباب والبنات الممرضين والممرضات وحتى الدكاتره كمان وافقوا وبيتوا في المستشفى اليومين بتوع اللي هو اول يومين في العيد، يوم الوقفه واول يوم وكمان لغايه نص اليوم الثاني بتاع العيد. في نهايه نص اليوم الثاني كده بتاع العيد مريان جعانه. هي كانت في اليوم الاولاني في يوم الوقفه واول يوم العيد كانت من الكافيتيريا بتاعت المستشفى او المطعم بتاع المستشفى، بس حبت تغير. هي بتحب البرجر، هي دايما بتحب تتعشى برجر، فوحشها البرجر بقى يومين ما كلتوش. فراحت متصله بالابلكيشن بتاع المطعم اللي متعوده تطلب منه، طلبت من الابلكيشن الوجبه بتاعتها المفضله بتاعتها ورقم تليفونها وكل حاجه موجود، بس غيرت العنوان. بدل ما تكتب العنوان على الشقه بتاعتها كتبت العنوان ان الاوردر يجي لها على المستشفى. عملت كده فعلا والاوردر راح للمطعم، والمطعم الموظف ولد شاب قاعد كان هو المستلم الورديه وقتها في المطعم، فجاله الاوردر بص كده. هو حافظ الاسم بتاع مريان لان اسم مريان مميز، اسمها ثنائي مميز قوي، فهو خد باله ايه ده؟ العميله دي دايما بتطلب الاكل بتاعها بيجي لها على البيت، على عنوان بيت، ليه عامله على مستشفى؟ هي ممكن تكون تعبانه، هي ممكن تكون عيانه، ممكن تكون مش كويسه. فحس كده ايه يعني باحساس اللي هو بقمه اللطف، يعني حس بشيء من الخض عليها. هو ما يعرفهاش لا شافها ولا كلمها اصلا، بس هو عارف حافظ كده الاوردر ده بيجي في الوقت الفلاني بتعمله المواطنه الفلانيه الساعه كذا ومكوناته كذا، فاتخض على البنت قوي قوي قوي. طيب تعالى نرجع تاني لمريان اللي طلبت الاوردر بتاعها وقاعده مستنيه الاوردر، وبيجي لها الاوردر بيوصل لها على المستشفى، تفتح تاخد الاوردر بتستلمه من عند الامن تحت، تدخل الاوضه بتاعتها المخصصه في المستشفى، بتفتح الطلب بتلاقي الساندوتش وبتلاقي معاه كارت كده هو موجود مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه طلبتي طلبك الخاص هذه المره على عنوان مختلف عن الذي اعتدت ان تطلبي طلبك عليه، طلبتيه على عنوان في مستشفى. نأمل ان تكوني بخير وان تكون كل امورك على ما يرام. عموما وحتى نطمئن عليك فهذا الطلب قد دفع من خلال المطعم، دفع يعني هديه من المطعم ليكي يعني. بص استغربت ايه ده؟ انتوا ركزتوا في التفصيله بتاعت ان انا طالبه من البيت، انتوا للدرجه دي قلقتوا عليا، انتوا للدرجه دي خفتوا عليا. حست بامتنان كبير جدا، كتبت الكلام ده على السوشيال ميديا وانتشر جدا جدا، واسهم وسمعه المطعم كبرت زياده اكتر واكتر واكتر واكتر، والناس حتى بداوا يقبلوا على المطعم بشكل كبير. والموظف اللي عمل الموقف ده، اللي عمل الحركه دي، الاداره بتاعته كرمته، وطلعت حتى هي عملت فيديو مريان وقالت انا هفضل اكل من المطعم ده طول حياتي، انا طول عمري بحبكم وانتوا لما قدرتوني حببتوني فيكم اكتر. والولد الموظف لما قدر العميله اللي بتتعامل، الاداره بتاعته كرمته ورقته وزودت له مرتبه. التقدير بيجيب تقدير، التقدير بيجيب تقدير. خدها قاعدة، محدش هيلاقي راحته في مكان وهيبعد. الناس بتفضل بسبب التقدير وبتمشي وتغيب وتقفل ألف باب وراها بسبب غياب التقدير. كل الأسباب التانية ثانوية. تقديرك ليا في الحب هيخليني أتغاضى عن العيوب بتاعتك وعن الحاجات اللي ممكن تخليني أبعد. ليه؟ لمجرد انك انت قدرتني. تقديرك ليا في الشغل على المستوى المعنوي والمستوى المادي هيخليني اكمل في الشغل ده وانا راضي وحاسس ان هو بيتي التاني. ليه؟ لمجرد انك انت قدرتني. تقديرك ليا في صداقتنا هيخلي صداقتنا تكبر وتعمر وتستمر على مدار السنين لقدام، حتى لما كل واحد فينا يبقى له بيت ويبقى له اسره. ليه؟ لانك انت قدرتني. التقدير بيجيب تقدير، وغياب التقدير بيخسرنا كتير. في تقدير دايما بيبقى فيه بقاء، مفيش تقدير يبقى الى اللقاء.